يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. يجعل له من كل ضيق مخرجا. حودة، نعم. انت شفت الخبر بتاع الراجل اللي رجع له نظره في الحرم ده؟ هو انت ما تعرفش؟ خير. مش طلع حرامي يا عم وعمل كده عشان يلم الناس حواليه ويسرقهم، والحكومة هناك قفشته عشان كان لابس ساعة، فازاي ساعة بقى مع واحد أعمى؟ وانت عرفت منين؟ إلا عرفت منين؟ الناس كلها بتقول اهي والبوستات مالية الفيس، وحنان الأمورة عاملة لي إشارة في البوست وجايب لايكات قد كده قد كده. يعني مجرد بوست واحد بيستظرف كتبه نفضح الراجل ونهينه بالشكل الغبي ده وتقول لي لايكات قد كده؟ ثم مين حنان الأمورة دي؟ دي صديقتي على الفيس، وحتى حتة صورة هوريها لك بعد الفطار. يعني مفيش موقع محترم ولا جريدة ثقة نزلت الخبر وناخد وننشر ونستحل أعراض الناس كده من غير ما نتأكد؟ يعني حنان كدابة؟ حنان كدابة، واللي نقلت منه كداب، واللي سرح بخياله واخترع الخبر كمان كداب، وابن الراجل ذات نفسه نزل بوست يوضح فيه للناس الحقيقة. ده غير ان الشرطة السعودية نفت خبر القبض عليه. ما سألتش نفسك وانت بتنشر عياله هيكون حالهم ازاي وهم بيشوفوا كم الإهانات دي لابوهم؟ طب وانا اعرف منين يا عم؟ ما الفيس وتويتر كلهم اخبار. في حاجة اسمها صفحات ومواقع إخبارية ثقة يا حودة. لازم يكون عندنا من ضمن الصفحات المشتركين فيها على الفيس أو تويتر صفحات من ضمن الصفحات الثقة دي. اختار منهم اللي قلبك يطمن لهم وجربهم في خبر واثنين وثلاثة. ده غير ان عندك جوجل يوصلك للخبر من مصادره. وانسى بقى المواقع اللي تحت بير السلم والصفحات الصفرة دي. وانسى حنان؟ ما اقدرش يا حودة بص، حنان دي هتلاقيها واحد صاحبك جايب صورة من على النت وكاتب اي اسم عشان يجيب طلبات صداقة. صح يا نجم. تصدق ممكن انا اول ما عملت الفيس جالي طلب صداقة من واحدة من غير صورة اسمها سوزي، وانت عارف ان انا ضعيف في الانجليزي يعني وكده اهو، وقابلتها وكنت فرحانة قوي وقعدت ابعت لها في ورد وشكرا لقبول الصداقة وقلوب حمراء. وبعدين؟ ولا قبلين، بعدها بكام يوم رحت اجيب عيش لقيت الواد سنوسي بتاع الفرن بيقول لي اختشى حوده وما تبعتليش قلوب حمرا تاني. رمضان